بقول لك يا ابو حميد، واحنا كنا واقفين دلوقتي في الاشاره، ودلوقتي برضو ماشيين براحتنا واحده واحده كده لحد ما نوصل للمكان اللي احنا رايحينه. احنا ممكن ناخد جبال من الحسنات، ويعني احنا كلنا اصلا ذنوب، يعني والله الواحد معارف الذنوب اللي عليه دي لولا لطف الله وستر الله ورحمات ربنا سبحانه وتعالى علينا، يعني الحمد لله. فاحنا محتاجين ان احنا نذكر بعض. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا في الحديث: من قال سبحان الله وبحمده. شوف كلمتين بساط قوي ازاي، سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. فانت تخيل بقى انك ممكن يتغرس لك كده آلاف من النخيل في جنان الله عز وجل. سبحان الله وبحمده، كلمة بسيطة قوي على لساننا. طب خد ذكر كمان بقى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، يعني مش تقال علينا خالص، ثقيلتان في الميزان، يعني تقال في ميزان ربنا، حبيبتان إلى الرحمن، يعني ربنا بيحبهم. ايه هم؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طب خد دي كمان، انت ممكن تاخد 1000 حسنة او ربنا يحط عنك 1000 خطيئة. ايه اللي احنا محتاجينه؟ انك تقول بس سبحان الله 100 مرة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث الشريف. وعايز اقول لك بقى ان ذكر الله عز وجل في حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: لقيت اخي ابراهيم عليه السلام ليلة اسري بي. النبي لما في رحلة الاسراء وبعد كده المعراج الى السماوات العلى قابل سيدنا ابراهيم عليه السلام. فسيدنا ابراهيم قال لسيدنا النبي: اقرئ امتك مني السلام وقل لهم بان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عايز اقول لك بقى ان لا حول ولا قوة الا بالله تسمى كنز من كنوز الجنة. لما واحد يقابلك كده يقول لك: يا احمد يلا نحوقل مع بعض، يعني نحوقل يعني نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا يعني ينفعنا بما علمنا ويعلمنا بما ينفعنا ويسرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه.